الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده فراخ مشويه في الاير فراير بتتبيله اسيويه حلوه جدا. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا بصله صغيره، عليهم فلفله خضراء سواء رومي او حاميه، وكمان معلقه جنزبيل ومعلقه ثوم مفرومه ومعلقه صلصه. طبعا لو مش متاح بالنسبه لك الاير فراير ممكن تحطيها في الفرن العادي تشويها في الفرن. انا هضرب كل دوت في الخلاط الاول. بعد ما طحنتها هضيفها كده في البوله، هحط معلقه زيت كبيره، وكمان المفروض نحط كزبره خضراء في التتبيله دي بس انا للاسف مش متاح عندي، وعصره ليمون كبيره. بعد ما حطينا الصويا صوص بس نعمل حسابنا في الملح عشان طبعا الصويا مملحه. نيجي بقى للبهارات. عندي فلفل اسود وكزبره وكركم وبابريكا والملح، وحطيت بديل الكزبره الخضراء كزبره ناشفه وكمون. هقلب كله مع بعضه. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله تجنن، يعني عايزه تاكليها كده نيه. انا غاسله الفراخ بالملح والخل والدقيق والجنزبيل كويس جدا ومصفياها. طبعا انتوا عارفين طبعي هسيبها من بالليل للصبح في التتبيله. انتي لو مستعجله عليها تقدري تشتغلي فيها كمان ساعتين 3. بعد كده بقى نوريكم طريقه سواها ازاي ونشوف نكمل الخطوات. ليله كامله على التتبيله بتاعه الفراخ. انا مجهزه عندي هنا الاير فراير ومسخناها قبلها بحوالي 5 دقايق، وحاطه كمان ورقه زبده للناس اللي بتستصعب النظافه بتاعتها. هحطها كده طبعا كل واحده وحسب الاير فراير بتاعتها. انا بالنسبه لي هحطها حوالي 35 دقيقه، وفي نص الوقت كده هقلبها من الناحيه التانية عشان تاخد لون من كل الجهات. شكلها النهائي بعد ما استوت، انا بس في خطوه ما عرفتش اصورها. حطيت فحمايه ولعه بعد ما استوت وخدت اللون الحلو دوت. عايزه اقول لكم بجد طعمها وريحتها تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.